في لون تشوفه تقول ده سهل اعمله، بس مستحيل تعرفه لو محدش شرح لك اللون ده صح. النهارده مش بس هقولك عليه، ده انا هعلمك ازاي تطلع كل درجاته خطوة بخطوة وبإيدك. لكن خليك عارف السر مش في اول دقيقة، السر الحقيقي بيظهر في وسط الفيديو. لو خرجت بدري وما شفتش غير اول دقيقة ولا اتنين هتخسر الطريقة. عارف لو كملت هتفهم ليه الفنانين بيقدروا يعملوا الوان محدش غيرهم يعرف يطلعها. جاهز تكتشف السر؟ خليك معايا وما تفوتش ولا ثانية. ومعانا أول لون النهاردة الأخضر الزمردي الغامق. عارف اللون الأخضر الزمردي الغامق ده؟ شكله ممكن يبان ليك معقد، بس هو ببساطة ناتج من لونين اتنين بس، وهما الأصفر والأزرق. وأنا دلوقتي قدامك بخلطهم بإيديا. النسبة الصح هي السر. ركز معايا وهتشوف ازاي يتحول لأغنى درجة أخضر ممكن تشوفها. اللون ده مش هتلاقيه جاهز تقريبا في أي أنبوبة. شايف الدرجة دي اللي هتخلي شغلك شكله احترافي. خليك مركز، وكل ما تكمل خلط هتلاحظ الدرجة بتغمق وبتتحول للأخضر الزمردي الجميل بتاعنا اللي بيدي لمعة فخمة لأي رسمة. خليك فاكر النسبة هي اللي بتتحكم في قوة اللون. دخلنا دلوقتي في أول درجة في التركواز. الدرجة اللي انت شايفها قدامك دي مش تركواز عادي، ده تركواز فاتح مايل للأخضر. لون هادي وراقي بيشد العين في الخلفيات والتفاصيل الهادية. والسر مش محتاج أنبوبة لون جاهزة، أنا بعمله دلوقتي قدامك من 3 ألوان بس. الأساس هو الأبيض لأنه بيفتح الدرجة وبيخلي اللون ناعم. ضفت نقطة خفيفة جدا من الأزرق، بس مجرد لمسة، ومعاها نقطة بسيطة جدا من الأخضر زي ما هتشوف معايا دلوقتي. نقطة الأخضر البسيطة دي علشان تدي للون الميل البسيط ناحية الطبيعة. خلي بالك اللي لازم تركز عليه هو التوازن. لو الأخضر زاد بيتحول لأخضر مصفر، ولو الأزرق زاد هيميل ناحية البرودة. فعايزك تركز في كل حركة، كل نقطة بتفرق في الدرجة النهائية. النتيجة بيدينا تركواز هادي مش هتلاقيه في أي عبوة جاهزة، لازم تعمله بإيدك علشان تظبط الإحساس اللي انت بتحبه. شوف الدرجة بدأت توضح معانا ازاي وتبان. كل ما تكمل مزج وتخلط كويس هتحس التركواز بيروق أكتر. شايف النتيجة عاملة ازاي؟ دي الدرجة اللي هتخلي شغلك مختلف فعلا، ومش هتعرف قيمته إلا لما تجربه بنفسك. ودلوقتي دخلنا على درجة جديدة من درجات التركواز معانا النهاردة. شايف اللون اللي طالع قدامك ده مش تركواز عادي، ده تركواز متوسط مائل للأخضر، ودرجته بالذات مش هتعرف تشتريها جاهزة كده أبدا. السر هنا إن أنا باخد من اللون الفاتح اللي عملته قبل كده وبزود عليه نقطة صغيرة جدا من الأزرق. التغيير بسيط جدا، بس النتيجة فرق كبير. لون أهدى من التركواز الصريح وأدفى من الأزرق. الدرجة دي بالذات هتدي في شغلك إحساس بالهدوء والرقي في نفس الوقت. خليك مركز معايا وشوف إزاي النقطة الصغيرة اللي أنا حاططها من الأزرق دي بس هي اللي عملت فرق كبير في الشكل كله. شوف التركواز بدأ يوضح أكتر. الدرجة دي بالذات هتخلي أي خلفية عندك في الرسمة أو تفصيلة في رسمتك تبان أنعم وأرقى. مش عايزك تستهون بفرق نقطة لون، كل حركة صغيرة بتتحكم في إحساسك باللون وأنت بتشتغل. واستمتع وأنت بتشوف اللون بيتكون تحت إيديك. وصلنا للدرجة التالتة اللي بنعملها دلوقتي، تركواز غامق مايل للأخضر. ودي بقى مش أي درجة، أنا ما خدتش لون جديد، لأ، أنا خدت من اللون اللي عملناه قبله وزودت عليه نقطة واحدة بس من الأخضر الأساسي اللي حضرناه في البداية. بس خد بالك النقطة دي بتغير كل حاجة حرفيا، بتقلب الدرجة ناحية الطبيعة أكتر وبتدي إحساس بالعمق والهدوء في نفس الوقت. التركواز بيبدأ يغمق قدامك دلوقتي وبيدخل في درجة فخمة تقدر تستخدمها في خلفياتك في الرسم، الظلال، التفاصيل، أو أي حاجة أنت عايز تلفت بيها النظر بشكل هادي وأنيق. لاحظ الفرق وأنت شغال، كل مزجة كل حركة بتديك درجة مختلفة. ومع كل نقطة لون هتكتشف أنت بنفسك قد إيه الرسمة متعة. هتلاحظ إن الدرجة بدأت تغمق وتوضح. ده مش أي تركواز، ده تركواز فيه عمق، فيه إحساس طبيعي هادي وراقي. ركز على كل نقطة أخضر بتديك إحساس جديد، وكل مزجة بتقربك أكتر للدرجة المثالية. جربها بنفسك واستمتع بإن أنت اللي بتصنع اللون بإيدك ومش هتحتاج للون جاهز أبدا. وصلنا للدرجة الرابعة. الدرجة اللي جاية دي مختلفة، تركواز بترولي متوسط، لون فخم غامض وفيه إحساس بالعمق. وعلشان أعمله خدت من اللون اللي قبله وزودت عليه نقطة واحدة بس من الأزرق. بص معايا، شايف إزاي الدرجة بدأت تتحول قدامك؟ الأزرق بيقلب للتركواز ناحية البترولي وبيخليه أهدى وأكتر نعومة. على فكرة الدرجة دي مش أي حد يعرف يظبطها، ولا هتلاقيها جاهزة كده في أي لون معلب. النسبة هنا هي السر، نقطة واحدة بس هتغير لك كل إحساس اللون. ولو ركزت شوية
هتشوف قد ايه الدرجة دي تقدر تدي فخامة لأي تفصيلة في شغلك، وكل ده بإيدك نقطة ورا نقطة. الدرجة الأخيرة ودي أخطرهم، تركواز بترولي داكن، لون فخم وغامق، مش هتلاقيه جاهز في أي عبوة. بعمله دلوقتي قدامك من اللون اللي فات، لكن هنا ضفت نقطة من الأخضر ومعاها نقطة تانية من الأزرق. مجرد نقطتين اتنين، لكن فعلا بيغيروا كل حاجة. شوف ازاي التركواز بدأ يدخل على البترول الغامق، درجة عميقة وغنية تحسها لون بحر في عز الغروب. السر هنا في التوازن بين الأزرق والأخضر. لو نقطة زادت اللون هيهرب منك، لو نقطة واحدة زادت اللون هيهرب منك. ركز معايا، لأن ده اللون اللي هيدي لشغلك إحساس الاحتراف واللمسة اللي تخلي شغلك يتشاف. وزي ما انت شايف، درجة اللون تركوازي بترولي داكن، لون غني وعميق، مش أي تركواز. النتيجة دي مستحيل تجيبها جاهزة، لازم تعمله بنفسك وبإيدك. كل نقطة لون بتفرق، وكل مزجة بتزود فخامة اللون اللي قدامك. جرب بنفسك وهتفهم ليه الرسامين بيعتبروه من أرقى الدرجات. وبكده تكون عرفت أسرار الدرجات دي بنفسك. ألوان فخمة محدش هيعملها غيرك. لو حبيت الطريقة واستفدت، ما تنساش تضغط لايك وتكتب لي رأيك في الكومنتات. ولو عايز تتعلم ألوان أكتر وأسرار مفيش حد بيشرحها، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان مستنيك في فيديوهات أقوى وألوان نادرة. استعد، لأن اللي جاي مش أي حد يعرفه. تابعني وما تنساش اللايك والاشتراك، علشان اللي جاي فعلا هيغير تفكيرك عن الألوان والرسم. شكرا ليك ومستنيك في الفيديو الجاي.